بطوط الغلباوي حلقات للأطفال قدمها التلفزيون المصري في أوائل السبعينات من القرن الماضي، وهي ليست شخصيات كرتونية بل أبطالها بطة حقيقية، وهي شخصية بطوط وصديقته اللدود الماكرة حيوان النمس سرسوع النمساوي. وكانت تحاورهما وتعلق على الأحداث النجمة السينمائية زبيدة ثروت. وبطوط شخصية طيبة جدا يعاني من مقالب ومكر سرسوعة النمساوي التي كان لها عبارة ترددها له: وراك وراك والزمن طويل. واشتهرت تلك العبارة وأصبح يرددها الكبار قبل الصغار. وقد كانت كل حلقة تعرض موقف أو مقلب يتعرض له بطوط الطيب من سرسوع النمساوي